مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء اليوم الذي يأتيكم من العاصمة الفرنسية باريس. ضيفنا اليوم وزير الداخلية المغربي الأسبق إدريس البصري، واحد من أكثر وزراء المغرب نفوذا وأكثرهم إثارة للجدل. السيد إدريس البصري، شكرا جزيلا لك على تلبيتك لهذه الدعوة. لو بدأنا بعناوين الصحف خاصة المغربية منها، يثار اسمك كثيرا هذه الأيام في قضايا فساد محاكمات في المغرب. هناك من يتحدث عن صدور مذكرات اعتقال في حق ابنكم. منذ مغادرة الحكومة أي في نوفمبر 99 قامت ضجة مفتعلة من بعض الأوساط التي تريد بعد دفن الحسن الثاني رحمه الله أن تدفنني، لأنه كنت أحد المخلصين لجلالته وأحد المنفذين لسياسته. قد يجادل البعض أن لكل نظام رجاله، لماذا لا يذهب إدريس البصري إلى التقاعد الهادئ كما يفعل كل الوزراء السابقون؟ ما خلونيش، لم يتركونا كمان. لن يتركوا، ما خلونيش، لن يتركوني. أنا أتكلم لك، محمد السادس نصره الله خضع للملك، هي ورثه، فإذا ببعض الناس العاملين معه وهم أقلاء. محمد السادس ورث الملك بموت أبيه، وهم بغوا يورثوا الجاه والعمال وكذلك الساعة الكبيرة والجاه الكبير بموتي أنا. إذا لا تعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في المرحلة السابقة للمغرب، تصحيح بعض الأخطاء التي وقعتم فيها لما كنتم في المسؤولية؟ المسؤولية في المغرب هي منقسمة ومتشتتة الأطراف. مسؤولية، هناك شعب مغربي واعي تماشى وجلالة الملك الحسن الثاني دائما ليد في ليد، لا الشعب المغربي بحر نزل. ثانيا، هناك برلمان، هناك مؤسسات، هناك قضاة، هناك محاكم، هناك صحافة، هناك رأي العام. لو انتقلنا بالتحديد إلى هذه القضية التي نتحدث عنها، لو بدأنا بقضية الصحراء مثلا، ارتبط اسمك بهذا الملف خلال الفترة التي قضيتها في السلطة. هناك من كان يعتقد أنك كنت تعرف عن الملف أكثر مما يعرفه وزراء الخارجية المتعاقبون في المغرب. الآن أثارت تصريحاتك بعض الجدل. هناك من يرى إذا فشل السيد إدريس البصري في إيجاد حل لمشكلة الصحراء خلال 25 سنة في السلطة، كيف يجدها الآن وهو في منفاه الاختيار في باريس؟ أولا، أنا لا أطالب أو لا أريد أن أكون الرجل الذي يجد حل. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقروا بمطالبة من المغرب ومن جلالة الملك الحسن الثاني موحد المملكة المغربية. المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية. لكن بعض المغاربة يؤخذون عليك حينما تقول في جملة واحدة الصحراء الغربية والحسن الثاني موحد المغرب، كيف يجتمع الاثنان؟ يجتمع الاثنان لأن الصحراء الغربية اسم دولي واسم جغرافي واسم متداول عليه. الصحراء المغربية راها في وسط المغرب، وأنا اللي كنت من الأولين ولا زلت أن أدافع عن الصحراء المغربية، وأنا اللي نظمت الإدارة فيها. ونجي نقول أنا الصحراء الغربية اللي هي مغربية، يجي يقول لك أنا خائن. الخونة هم من يتمشوا بهذا الكلام، ولا أقبل ذلك. وإذا ما جاءت الأقدار وسأكون ذلك، سأبين من هو الخائن ومن هو الصالح ومن هو الطالح. أني وثلاث. هناك من يقول إنك الآن توظف هذه القضية لابتزاز النظام في المغرب الآن، لأن لديك مشاكل معه وأنك تغازل خصوم المغرب في هذه القضية. اسمح لي، أنا ما عندي أي مشكل مع النظام. فجلالة الملك محمد السادس
هو هنا. هو ابن جلالة الملك الحسن الثاني، وراه ما يدخل حتى في شي راس ولا دهن مغربي أن إدريس البصري يقول أو يقوم إما بكلام أو بعمل للمس من جلالة الملك محمد السادس، لأنه ملك، لأنه شرعي، ولأنه أكثر من ذلك ابن الحسن الثاني، وأنا أقدس الحسن الثاني كما أقدس محمد السادس. ارتبط اسمك شئت أم أبيت بأوضاع الحقوق المدنية والسياسية في المغرب. لو انطلقنا من الصحراء إلى هذا الملف، هناك من يقول إن الأوضاع بدأت تتفجر بقمعك على رأس وزارة الداخلية للصحراويين في مظاهرة العيون. كيف ترد؟ أرد بسهولة وبواقع. أقول أنه في المغرب، وأؤكد ذلك وبمعرفة الصحراوة وسير عن الصحراوة اللي هما في تندوف من سي محمد عبد العزيز، سيداتي الإخوان المسؤولين كلهم تماكين في الصحراء اللي هما موجودين. ولكن أنا تصدر تعليمات. اسمح لي هذوك الناس يقولوا لك من المسؤولين اللي هما مقربين وكانوا مقربين إليهم عبد ربه وجبس بكاء اللي كنا عنده في هوسطن، لاحظ واستغرب كون عند دخول بوليساريو ودخولي عنده في القاعة ديال الاجتماع تصافحنا. هناك كما تعلم لجنة الصفح والتصالح في المغرب. هذه اللجنة التي أسست لدراسة ملفات الانتهاكات التي شهدها المغرب في سنوات ما يعرف بالجمر والرصاص إلى آخره. حالات بشعة من تتراوح بين الاختفاءات القسرية إلى العاهات المستديمة لإعدامات خارج القانون إلى الجنون. ألا تشعر بأي مسؤولية شخصية تجاه هؤلاء؟ أكثر من 14,000 حالة. سي العالمي، أنا لست بمسؤول عن أي خرق لحقوق الإنسان ولكرامة الإنسان ولكذلك روح الإنسان أو لانتيغريتي ذاتية الإنسان. هذه أنا عبرك وعبر القناة الكريمة أوجه تحدي لأي مغربي يقول أنه عندما كنت أمارس السلطة قرب جلالة الملك أنني سبق لي أن دست كرامته أو حريته أو تواجد ديالو. هذه الانتهاكات التي تمت وأنت على رأس الوزارة. أنا على رأس الوزارة لكننا مكلفين بالبناء 36 سد، كنا مكلفين بالطرق والمكلفين بالمخابرات بلاتي المخابرات ما كتوكلش الناس. كنا مكلفين بالتعليم، بالتدريس، بالاكل، بالتصحيح، بالتطبيب. كنا مكلفين بالهدوء والنظام والسكينه وببناء مؤسسات تمثيليه. وزير الداخليه هو اللي عنده السفاره ديال الشرطه ويعمل المرور. هل وزير الداخليه هو اللي كاين في المفوضيات ديال الشرطه او ديال الدرك؟ وهناك مسؤولين، الآن أقولها، المسؤولين الحقيقيين عن ما تسمونه وهو قليل جدا في دولة قامت منذ 40 سنة المغرب، وإذا ما قارنته مع الدول المجاورة أو الدول البعيدة أو القريبة ما كاين حتى شي دولة بحال المغرب، بحال الدولة ديال جلالة الملك الحسن الثاني، والكل عائش فيها، وجميع الزعماء السياسيين قائمين الحياة ويتمتعون بكرامة وبحلاوة العيش وبحرية الانتقاد ويقولون ما يشاءون. وانا مشرد في باريس ما عنديش باش نلاقي الشهر. يا سلام. قبل ان نعود الى التشرد الباريسي، تشرد واقوله واؤكده، وستاتي لجنه دوليه للبحث عن اقامتي هنا في باريس. انا ما عندي شيء، عندي غادي نتكلم وغادي نطلب من جلاله الملك رفع هاد الامور هذه. ما طلبت شيء، انا ما غاديش نمشي ضحيه. علاش؟ مالي؟ وكوزير انا الوطني الكبير في المغرب. نعم. وعلى المستوى الإنساني ما دام ذكرت هذا التشرد، هل تشعر الآن ببعض التعاطف مع المعارضين السابقين الذين كانوا مشردين في باريس وغيرها وكانوا ممنوعين من الدخول إلى المغرب؟ كليا تماما. واليوم قال لك يا سيدي أجي، هذه خصك تعرفها، أجا السي إدريس البصري
للرباط باش نمشي عند واحد الكاتب العام ديال او نائب الكاتب العام ديال واحد الولايه او عماله، اجي باش تاخذ الباسبور ديالك. هذه اش كتسمى هذه؟ الحقره، الظلم، الاحتقار، ولا اقبله. ولكن أستاذ دريس بصري، هناك من يجادل بأنك شخصيا على رأس الوزارة وزعت مذكرة على القنصليات تقول إن التجديد يتم في المغرب بالنسبة لغير المقيمين في الدول. كلام، وهذا لا يمكن أن يصح، وأقول لك لماذا. لأنه كان هناك اتفاق دولي اللي كينظم العمل الدبلوماسي والقنصلي في العالم كله. السفير يقوم بأعمال سياسية، والقنصل يقوم بأعمال إدارية. ولكن يجدد للمقيمين لا 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 والزائرين. كلام أنا كنقول لك الثوابت الدولية اللي هي مبنية على القانون الدولي. يا سلام، واخا تكون كاع مذكرة فعلا ما كايناش، ولو تكون مذكرة ما غاديش تمحي التنظيم الدولي.